هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نسوي وصفة دجاج سهلة وبسيطة وسريعة وراح تحبونها كلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. هنا بالطاوة مالتي انا خليت الزبدة. اليوم طبعا راح اطبخ بالزبد، وانتوا اذا تحبون طبخون بالزيت بالسمنة براحتكم. بعد ما ذابت عندي الزبدة الدور خليت قطع الدجاج أبيها. حبايب قلبي، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك حتى يوصل لكم كل جديد. وهنا الدجاج طبعا تقطيع حسب رغبتكم، تريد تسوون دجاج 4 أقسام، تريد تسوونها 6 حسب رغبتكم. تمام حبايبي، هسه قطيه إلى أن يبدي ينطيني اللون الذهبي الحلو. شوفوا هسه بديت أقلبه. طبعا من نقلبه هنا على الجهة الثانية بس تاخذ لون الذهبي هالدور اشيله من الطاوة مالتي. طبعا هاي الاكلة تستحق تجربونها وراح تشوفونها ايش قد لذيذة وطيبة. هنا بعد ما استوى وانطاني اللون الذهبي شلته الدجاج وقللت الزبدة اللي حاطتها. شفتوا الزبدة هواي، شلتها وخليه شي بسيط من الزبد، وخليت عليه البصل والجزر وبديت احمسهن من ذبلان. خليت البهارات، وطبعا هنا البهارات حسب رغبتكم، يعني تريدون بهارات تخلون بهارات مشكلة وفلفل اسود وكمون، يعني حسب رغبتكم. وخليت عليه الطماطة. هسه اقلبه وطبعا اعوفه على نار متوسطة الى ان تشرب عندي الطماطة. وهنا بعد ما نشفت عندي الطماطة وحمستها ويا البصل والجزر خليت قليلة من الملح، وراح اخلي خاشوقتين مليانات من الروب، الزبادي الروبة كلش، يعني خاشوقتين مليانات. بعد ما قلبته الدور راح اضيف عليه كوب من الماء، حتى شنو من اخلي الدجاج راح يشبع بهاي الصلصة اللي سويتها وراح يستوي. وهنا طبعا الكاتشب شيء اختياري، انا احب الكاتشب، هذه الصلصات اللي اسويها لان ينطي طعم كلش طيب، وانتو براحتكم. وهنا راح ارجع الدجاج اللي قليته بالبداية بالصلصة. تمام حبايبي، ولو طول عليكم الفيديو بس حبيت اشرح لكم كل الخطوات حتى تبين عندكم. وهنا خليت قليل من الصويا صوص وخليت عليه قطع الليمون. وبعد ما خلينا هسه راح نعوفه على نار هادئة. وطبعا هنا خليت خاشوقة صغيرة من الشكر حتى تتعادل النكهات والطعم يطينا افضل. مو تكثرون الشكر، لا خلوه على خاشوقة صغيرة. وبعد ما استوى ورا النص ساعة شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هسه عوفكم، الى اللقاء.